إنه المخلوق الأخطر على وجه الأرض، الأكثر فتكا بالبشر والحيوانات وكل الكائنات. فهذا المخلوق البسيط الصغير قتل بشرا أكثر من أي مخلوق على وجه الأرض، أكثر ممن قتلتهم الحروب، أكثر من القروش والأسود وكل الوحوش التي وجدت في التاريخ منذ نشأة البشر. فتربع على عرش أكثر المخلوقات القاتلة على وجه الأرض، إنه البعوض. حينما قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، كان هذا بسبب الإعجاز الرهيب الذي توصل له العلم بعد أكثر من 1000 عام. فهذه البعوضة البسيطة أذهلت العلماء بتركيب وتصميم معقد وغريب سيجعلك تتفكر في خلق الله وكيف ضرب الله بهذا المخلوق مثلا منذ 1400 عام، قبل حتى أن تشرح وتدرس هذه المخلوقات تحت أعين الميكروسكوبات الخارقة. أنثى البعوض أخطر أنثى على وجه الأرض. في عالم البعوض ظلمت الإناث الذكور كثيرا. الذكر لا يعض ولا يلدغ البشر ولا غيرهم، فهو كائن مسالم جدا ووديع، يتغذى فقط على رحيق النباتات والمياه، فلا يعيش أكثر من أسبوعين فقط. والخطر قادم فقط من الأنثى التي تزعجنا وتلدغنا وتسحب دماءنا كمصاصي الدماء الوحشيين، فتنقل الأمراض المميتة وتقتل سنويا ما يزيد عن 1,000,000 إنسان، أكثر من التعابين والعقارب والأسود والقروش المجتمعين. فهذه الدماء التي تسحبها منك تكون بها بحيرة في فيليا لتضع بيوضها فتنمو في دمائك ودماء غيرك. هذه البعوضة المرعبة بها مستشعرات قادرة على شم رائحة عرقك وتنفسك من على بعد 100 متر، وكأنه شبح خارق يعرف مكانك ويستهدفك، بل أنها تستطيع استشعار الحرارة القادمة من جسمك في ظلام دامس ومعرفة الأماكن العارية وأماكن العروق لتلدغك وتسحب دماءك مهما فعلت، فلا سبيل للهروب. عملية دراكولا مرعبة ومخيفة، فحينما تنقض عليك تنفذ أكثر العمليات المعقدة والغريبة. تغرس خرطومها المدبب في جلدك كالرمح القاتل أو كآلة الحفر في الإسمنت، ومن ثم تسارع بضخ كمية مخدر في جلدك فلا تشعر بها وهي تمص دماءك، وبنفس الوقت تدخل مواد تعيق تخثر دمائك حتى تطول مدة الامتصاص قبل أن يتخثر دمك، وفي نفس اللحظة تسحب دماءك لتكوين بركة الدماء في ذيلها الفريدة. فخرطومها المرعب والمعقد والفريد به 6 إبر مختلفة، فهو خرطوم تستطيع أن تلويه 90 درجة وفجأة تجعله صلبا كالإبرة. وبتشريح الخرطوم المعجزة وجد أنه يحتوي على 6 إبر، 2 منها على شكل منشار قاتل بأسنان حادة لشق الجلد، وإبرتان مدببتان لفصل الأنسجة، وإبرتان للمستشعرات وضخ المواد وسحب الدم. المعمل المرعب. لا تسحب البعوضة دماءك مرة واحدة، فهي ذواقة جدا وتختار ضحاياها بشكل معقد. ففي البداية تختار أشخاصا محددين تعجبها رائحة عرقهم وتميز أنهم أصحاء ودماءهم ستناسبها، ومن ثم تسحب عينة تقوم بتحليلها، وبعدها تقرر هل ستسحب منك الدماء أم لا. ستعرف إن كنت مريضا ولا تناسبها أو لا، وإن قررت سحب دمائك لن تستغرق هذه العملية أكثر من 3 دقائق فقط، ومن ثم تفصل البعوض الماء الموجود في ذيلها من خلال فتحة الشرجة حتى لا يتلوث دماءك بالماء في ذيلها، وهذا الماء الذي يخرج في شكل بول يبقى على جلدك أنت ولا تراه. كل هذه العملية المرعبة تتم في دقائق معدودة وأنت لا تدري. فتخيل أن هناك معمل بل مستشفى كاملة على جلدك يتم فيها حقنك بمخدر وإجراء عملية جراحية معقدة جدا لاختراق جسدك وتحديد عروقك، ومن ثم يتم تحليل دمائك وترك الفضلات عليك. كائن مرعب ومخيف ومذهل وخطير، أخطر حتى من بني البشر. فلا عجب أن الله سبحانه وتعالى ضرب بها مثل بعوضة.